الكون مليان أسرار، وعلم الفلك بحر ملوش قرار. أهلا بيكم، أنا رشا سامي وبرنامجكم غواص في بحر الفلك. في ال11 حلقة اللي فاتت اتكلمنا عن الأبراج المحيرة، وقلنا إن هما الناس اللي مولودين بين برجين وبيجمعوا صفات برجين عكس بعض خالص، عشان كده سميناهم الأبراج المحيرة، لأن معروف إن الأبراج اللي ورا بعض في الدايرة الفلكية دايما بيكون صفاتهم شبه عكس بعض، وعناصرهم بتكون شبه متنافرة. فلما بيجتمعوا في شخص واحد طبيعي إن هو يحير الناس حواليه، لكن بيكون شخص مميز جدا، مرن جدا، مفيش زيه كتير. وعشان كده حبينا نكون سباقين ونتكلم عن صفات الناس دي. والنهاردة وصلنا لآخر محطة من محطات سلسلة الأبراج المحيرة، برج الدلو حوت. ودول الناس اللي مولودين يوم 20 21 و22 فبراير. في الحقيقة كل أبراج المحيرة مميزة جدا، لكن البرج ده بالتحديد مميز أكتر من كل ال11 برج اللي قبله. عايزين تعرفوا السبب؟ كملوا معايا الحلقة. زي ما عودناكم، الأول بنتكلم بسرعة عن صفات البرجين، وبعدها بنحاول نتخيل الميكس هيكون عامل ازاي لما يجتمع في شخص واحد. هنبدأ ببرج الدلو. برج الدلو برج شخصية قوية جدا، هوائي لكن ثابت، عبقري، ذكي جدا، دايما مخترع ومبتكر، وأي اختراعات أعرف كويس قوي إن احتمال كبير يكون برج الدلو هو اللي مخترعها. بيقدس حريته وبيبدع جدا لما بيكون واخد المساحة بتاعته. أما عن عيوبه فهو قماص شوية، زيه زي الأبراج الهوائية، دايما حساسين شوية، وهو بالذات بالتحديد قماص وممكن يزعل جامد، فخلي بالك من كلامك معاه. كمان في ناس بتتهمه إن هو مادي شوية، بس هو مش مادي، هو شخص عاطفي جدا، لكن ما بيبينش عواطفه خالص، ودايما عقله غالب عواطفه. لما بيجي ياخد قرار الارتباط بيفكر بعقله. امرأة برج الدلو بتفكر اللي يأمن لها مستقبلها ويعيشها عيشة كريمة، على الأقل على المستوى اللي هي كانت عايشة فيه. هي مؤمنة بالمثل اللي بيقول لما الفقر يدخل من الباب الحب يهرب من الشباك. أما عن راجل الدلو، هو مستحيل يتجوز إلا لما يكون مأمن نفسه ماديا ومتأكد جدا إن شريكة حياته هتقدر تكمل معاه العمر كله. هو أساسا صعب إنه هو ياخد قرار الجواز لأنه بيقدس حريته، فلما بيجي يتجوز بيتأنى جدا وبيختار كويس جدا. متقلب زي بقية الأبراج الهوائية، بيظهر مرة واحدة ويختفي مرة واحدة. أما عن برج الحوت الحالم الرومانسي، فده خياله واسع جدا وإحساسه قوي جدا، ولما بيحس بحاجة دايما بتحصل. عاطفي ورومانسي لأقصى الحدود، شديد التعلق بالشريك، وعاطفي بشكل يخليه عاطفته بتغلب عقله عكس الدلو، عشان كده ساعات كتير ما بيكونش موفق في اختياراته. كمان من عيوبه إن هو مضحي جدا، ودايما بيهرب من الواقع، وكسلان شوية. وساعات تانية تلاقوه نشيط جدا. هما بالعلامة بتاعته سمكتين عكس بعض، واحدة طالعة لفوق والتانية نازلة لتحت. زي الحوت الحقيقي، ساعات يغطس للأعماق وساعات يطلع للطب. بيطلع على وش المية، بيكون بيواجه الواقع وبيكون عملي جدا، وساعات تانية يهرب خالص ويغطس للمحيط. هو ما بيحبش المواجهة. طب احنا قلنا صفات البرجين، تعالوا نتخيل كده الميكس عامل ازاي. طبعا حد عبقري وذكي وشخصية قوية زي برج الدلو لما يجتمع مع برج حالم رومانسي عاطفي بيحس باللي حواليه زي برج الحوت، هيكون شخص مميز جدا جدا. إن أول نبتدي بالعناصر ونشوف كده هي هتأثر فيه ازاي. عنصر برج الدلو هو هوائي، والهوا دايما بيدي لأصحابه الذكاء والخفة وسرعة البديهة، وإن هم لماحين جدا وعينيهم زي الكاميرا بيلقطوا كل حاجة بسرعة.
وده طبعا موجود في صفات برجنا المحير الدلو حوت. أما بقى عن عنصر برج الحوت اللي هو المية اللي موجود في صاحبنا، فده بيدي العواطف القوية والغموض بتاع المحيطات والبحار، والعمق في تحليل الشخصيات وإنه يفهم اللي قدامه كويس. عشان كده العنصرين دول لما ركبوا على بعض في صاحبنا هتلاقوه حد بجد مميز جدا، مش هتلاقوا زيه كتير. نيجي بقى لكواكب الحكمة اللي دايما ليها دور كبير معانا زي ما عودناكم في الحلقات اللي فاتت. عرفتوا طبعا معانا ان كل برج ليه كوكب حاكم بيحكمه، ساعات بيبقى كوكب واحد وساعات بيكون كوكبين. وبرج الدلو بيحكمه كوكبين، وبرج الحوت بيحكمه كوكبين. تخيلوا بقى الشخص اللي المولود دلو حوت ده بيحكمه 4 كواكب مرة واحدة. عرفتوا ليه كنت بقول لكم ان هو مفيش زيه كتير ومختلف عن كل اللي فاتوا؟ نمسك كوكب كوكب ونشوف هو هيأثر فيه ازاي. اول كوكب معانا هو زحل. زحل سمعته مش لذيذة قوي في عالم الفلك، دايما كانوا بيقولوا عليه زمان كوكب النحس الأعظم. علماء الفلك الحداث قالوا إن ما ينفعش يتقال عليه كده، هو اسمه المعلم الصارم. بيعلم الناس من أخطائها حاجات بتخليهم شخصيتهم أقوى، وكمان لما بيلاقي حد إدى كتير بيكافئه. هو بيدي مواليد برج الدلو الحزم والحكمة والصرامة، وده موجود برضو في مولودنا الدلو حوت. الكوكب التاني اللي معانا هو أورانوس، ملك الثورات والتمرد اللي في الدنيا. أي ثورة تحصل في العالم أو انقلاب اعرف إن وراه كوكب أورانوس، دي طاقة كوكب أورانوس. في الحقيقة أورانوس هو ما بيحبش القيود، بيقدس الحرية، وعشان كده قلنا إن برج الدلو بيقدس حريته. طبعا مولود برج الدلو حوت بيقدس حريته جدا، وما بيحبش الخضوع وما بيقبلش بالظلم، فاوعى تطمع فيه ولا في كرم اخلاقه. نيجي للكوكب الحاكم الثالث اللي هو حاكم بقى برج الحوت، هو المشتري، كوكب الكرم، كوكب التوسع والغنى والحظ. هو عشان كده بيدي اصلا مواليد برج الحوت في الاساس الحظوظ الكبرى. فمولودنا برضو محظوظ جدا، مشهور ما بين الناس المعارفه، عنده حكمة كده زي رجال الدين والرهاب، ساخي وكريم جدا. بس الطاقة الوحشة اللي بتحصل من مشتري هي المبالغة، لأنه هو كوكب يعني كبير، كوكب التوسع في كل شيء. فعشان كده يعني صاحبنا بيعمل من الحبة قبة، يعني ممكن تبقى حاجة صغيرة يكبرها قوي، بيبالغ في انفعالاته وفي مشاعره. أما الكوكب الأخير بتاعنا هو كوكب الأحلام، كوكب الماورائيات والروحانيات العالية قوي قوي قوي، كوكب نبتون. صح كده، كوكب نبتون بيحكم برج الحوت، وهو اللي بيديله حتة الخيال الواسع قوي والإحساس القوي قوي والروحانيات العالية قوي. ينفع يبقى لايف كوتش، يبقى مدرب طاقة اللي هم مدربين اليوجا، رجل دين، تأمل، كل الطاقات الجميلة دي. خياله واسع، يعني ممكن يبقى شاعر، ممكن يبقى كاتب، بيهتم بالحاجات الغريبة والماورائيات، ممكن يكتب رعب حلوة قوي. لكن العيوب بتاعته انه بيهرب من الواقع ومش واقعي، وممكن يدمن، لانه هو كوكب نبتون مسؤول عن كل حاجة ليها علاقة بالعقاقير والإدمان، فممكن يحب حاجة لحد ما يدمنها، مش شرط المخدرات. فتأثيرات دايما نبتون محتاج كل شوية حد يصحيه أو يفوقه، ودي برضو صفات موجودة في صاحبنا الدلو حوت. زي ما لاحظتوا طاقات الكواكب مختلفة جدا عن بعض، فانتوا مش قادرين تتخيلوا قد ايه الشخص ده هيكون مختلف ومميز. وصعوبة الموضوع انك مش هتبقى متخيل مين دلوقتي الكوكب المتحكم في الموضوع.
انت وحظك حسب اللي راكب الشيفت في الوقت اللي انت بتكلمه فيه. ممكن فجأة تلاقيه متسامح وبيسمعك كويس جدا وحاسس بيك، ممكن مرة تانية تلاقيه حازم وصارم جدا ومش قادر يسمعك، مرة تانية يختفي خالص، يظهر. هي دي الفكرة. طبعا ما بيقبلش الخضوع، وده من كوكب أورانوس، لكن هو اجتماعا عنه علماء الفلك قالوا إن هو من أكرم الناس وأكتر واحد مستمع جيد، ولما بيكون عندك مشكلة بتروح له وانت مغمض. فعشان كده هو كنز، حافظ عليه بإيدك واسنانك، اوعى تفرط فيه ولا تتخيل لحظة انك تقدر تعيش من غيره. يعني فعلا لو عندك حد مولود 20 أو 21 أو 22 فبراير، قبله بشوية بعده بشوية، امسك فيه جامد قوي. ليه قلت قبله بشوية وبعده بشوية؟ حبيت أذكر النقطة دي قبل ما نختم سلسلة الأبراج المحيرة، عشان ساعات علماء الفلك قالوا إن ممكن ال3 أيام اللي احنا قلنا عليهم اللي هم 20 21 22، الأيام اللي قبلها واللي بعدها شوية تبقى ملمسة من البرج المحير. ودي طبعا لما انت بتتعامل مع الشخص بتحسها. احنا أخيرا وصلنا لختام سلسلة حلقاتنا الأبراج المحيرة، ووصلنا لختام حلقتنا النهاردة. الحلقة الجاية احنا محضرين لكم مفاجأة جامدة جدا جدا، تابعونا. عايزينكم تعملوا سبسكرايب ولايك لكل فيديوهاتنا واستنونا.